السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سومة، ولو أول مرة بتشوفيني دي قناتي كريز وجليز. هنعمل مع بعض النهاردة سبونج مقاس 30 في 40. هنطلع منه تورتاية 20 في 20. هنبدأ بالمقادير. أول حاجة هنحط 4 بيضات في العجان، ونحط عليهم نص كوباية سكر، وعليهم معلقة جل تكون صغيرة بس تكون مهرمة، وعليهم معلقة خل كبيرة. ونبدأ نحطهم في العجان. أول ما تطلعي بالعجان، أنا مش عايزة أزهقك بقى، عشان أنا قلت لك المرة اللي فاتت يا لوزة، بس انا بقول لكم ليه، لان في ناس بتبقى جديده دخلت ما بتبقاش لسه عارفه الكلام اللي انا قلته قبل كده ده. ما تضربيش على عالي يا لوزه. اول حاجه تحطيها على واحد، بعد كده اهو بصوا عليت انا اهو شويه وتعلي شويه وتعلي لحد ما توصلي لاخر درجه في العجان، عشان ما تطلعيش من الواحد لاعلى درجه في العجان، عشان كده غلط على العجان. وبعد كده نبدا نحضر المقادير الجافه او المقادير البودر. هنبدا بالدقيق اهو، بص انا عليت تاني اهو، شوف طول ما انا ما شغاله اعلي واحده 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 واحده. هنحط كوبايه ونص من الدقيق ونبدأ ننخلهم، ونحط عليهم معلقتين نشا مهرمين، وعليهم معلقة بيكنج باودر ممسوحة، بس تكون المعلقة اللي زي بتاعتي دي تحطيها مليانة. لكن لو بيكنج باودر ده بتحطيه معلقة من اللي هي بتاعت الشاي، يبقى لازم تحطيها معلقة ممسوحة، لأن المعلقة كبيرة عن المعلقة اللي معايا دي. المعلقة دي عاملة زي المعلقة اللعبة صغيرة، فما تملهاش على الآخر. وتبدأي تخلي الخليط يندمج مع بعضه كده بالتقليب، يعني تفضلي تقلبي فيه كده لحد ما ايه، ابو قرش يخش على ابو قرشين. اهم حاجه ان يبقوا كلهم مندمجين. ولما تيجي تحطي بقى في العجان يا بطه، اوعي تخلي العجان على العالي، تخليه على اهدى درجه. مش عايزاه على العالي عشان الخليط هيهبط مني. لو انت عايزه تشيليه وتعمليه على ايدك مفيش مشكله، بس احنا مش ناقصين هدة حيل بقى يا لوزه، يعني احنا نعمله على اقل درجه وخلاص. كده انا ضفت نص كوبايه الميه، هسيبه بس ياخد له ضربتين كده صغيرين، وبعد كده خلاص اوقفه وابدا اشتغل انا بقى على ايديا. اهو بصي، خبطتين بس صغنطتين خالص، وبعد كده احط بقى معلقه معلقه بايديا. ايوه كده. وما تحطيش برضو المعالق ورا بعضها. انت شايفاه هنا على السرعه العاليه، هو مش سرعه عاليه، هو بس عشان الشريط بيجري او الفيديو بيجري. معلقه معلقه وتستني عليه، معلقه معلقه وتستني عليه، اديله مساحته واديله، خليه زي ما بقول لك اديله نفس، خليه ياخد نفسه. اهو هنبدا ننزل كل اللي على الكف، عشان نسيب فيه ولا فتفوته يا كتاكيت، علشان دوت مقدار. معلش يا حبايبي اللي فاتوا، يعني مش نقول اللي فاتوا، اللي حبايبي اللي معايا من الاول عارفين الكلام اللي انا بقوله ده. انا بكرر علشان لو في حد لسه داخل جديد مش هيبقى عارف القصه اللي انا بقولها دي. ما تسيبيش ولا مقدار في قلب العجان، تخلصيه كله، ما تخليش فيه فتفوته. تبداي بقى تحطي ورقه الخبز دي. ورقه الخبز دي احنا كنا بنحط ورق زبده، بس بما ان ورق الزبده غالي يا جماعه، بنجيب ورق الحواوشي اللي انتوا شايفينه ده، بس انضف حاجه رقم واحد. وبتجيبيه من مستلزمات الحلواني، بيبقى عنده ادواته بس، ما عندهوش اللي هي ايه الخامات، لا هو بيبيع ادوات بس. هتلاقي عنده الورق ده، الورق دوت عنده بقى فيه بالكيلو، فيه بالرزمه كلها على بعضها، يعني ما تلاقيش، او 5 كيلو على بعض. في ناس بتبيع كده وناس بتبيع كده. هتحطيه بقى زي ما انت ما شايفه كده يا لوزه، وتبداي تفرديه. تكوني بقى في الوقت ده وانت بتصب الخليط، تكوني حاطه درجه الحراره على 180، وتسيبيه لمده 10 دقايق. في ناس بياخد عندها 8 دقايق، في ناس بياخد عندها 12 دقيقه، ما بياخدش اكتر من كده. بصي بقى اول ما يطلع انا عملت ايه، حطيته على الشبكه اهو، بصي هويته، بصي البخار اللي طالع من الطبق، وبصي تحت على الرخامه عامل ازاي. اهو الهواء اللي انت شايفاه بقى طالع ده نزل في الرخامه، ده ما يخليهاش تعرق. لو سبتيه في قلب الصاج بتلاقيه عرق، وده بيوصل له سريع، لان طبقاته رفيعه. لما بتبقى تورته وبنقطعها مثلا على 6 شرايح، بتاخد منها حته ولا حتتين معرقين. لكن لو ده هياخد نصه، هيبقى اللي على الوش هو اللي يبقى كويس وشغاله 100 فل و14، واللي تحت ده هتلاقيه معرق ومش هيبقى حلو. فلما تحطيه يا دوبك الصاج يبرد، يعني يا دوبك. شوفي بقى بياخد معاكي 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. وبعدين تعملي ايه بقى، تقومي واخداه على الشبكه وتهوي ايا كان بقى الشبكه. انا عملتها لكم قبل كده بشيش طاووق، وعملتها لكم هو دي شبكه الفرن بتاع الكهرباء، والله طلعتها وحطيت عليها، او الرف بتاع التلاجة. شوفي بقى احنا ايه، يعني ادينا بنتصرف، مش هنسيبها كده للصدف، لا احنا نتصرف ونهويها باي شكل كان. كده اهوت انا قطعت اهوت المقاس 20، وطلعوا لي 2 من اللي هم الشرايح اللي على الجنب كده، بس رفيعين، بس يعني ايه نظبطهم في حته كده ايه في النص فاضيه. الحروف بتاعه الاسبونج انا قصيتها وهامله بيها الفراغ اللي انتوا شايفينه في النص ده، كله بيتدارى، كله بيتدارى يا لوزه.
مفيش حاجه بتبان. هنعمل بقى الايه، الكريمه. ده كريم شانتيه المتحده، اسمها ريتشي. ريتشي دي غنيه وكريمه لباني يا جماعه، ما فيهاش يعني، مش محتاج باستري كريم. اللي بتتحط لها باستري كريم دي بتبقى هايبر، بتبقى مش عارف جولدي، بتبقى مش عارف كواليتي، بتبقى مش عارف ايه. بصراحه ريتشي ما حصلتش ومش هتحصل. ريتشي جميله جميله جميله، كريمه لباني تدوقيها كده تلاقيها غنيه. احنا ليه بنحط بقى الباستري كريم؟ عشان الباستري كريم بيديها طعم ريتشي المتحده اللي انت بتجيبيها دي. انا بصراحه لما بلاقيهاش بجيب حاجه غيرها، بتعكنن اخر عكننه. ممكن اجيب كيلو ولا 2 لحد ما ادور على الشكاره واجيبها، لان انا بشتغل بيها كتير وبصراحه بتوفر معايا اكتر، وكمان طعمها روعه. وخدي بالك، العميل اللي معاكي بيبقى خلاص خد على الطعم ده، لما بتغيريه هو ممكن اللي هو الذواقه هو اللي يعرف ان هي اتغيرت. اللي بقى بياكل وخلاص ومش عارف ما بياخدش باله قوي منها ان هي اتغيرت، فانت بتضطري ان انت تحطي لها بس الكريم عشان ما تظهرش شويه. لكن ريتشي دي بسم الله ما شاء الله عليها وحش، دي وحش الكوم بقى. اول ما تشتغلي بيها، ما بصي مش محتاجه ان انت تحطي عليها حاجه، زي الزبده البلدي. الزبده البلدي انت مش محتاجه ان انت تحطي لها حاجه عشان تحليها، هي بسم الله ما شاء الله حلوه، هي تضاف لحاجات تانية عشان تحليها. اهي ريتشي نفس القصه. تبداي تسقي بالسيرب بين كل راق وراق، او بين كل قطعه وقطعه، او شريحه وشريحه، زي يعني ما اي تعبير يعجبكم فيهم، نقوا اللي يعجبكم. وبين كل شريحه وشريحه تحطي الكريمه زي ما انت ما شايفه كده. عايزه تحطي كده بالاسباتيولا خلاص مش مشكله. هو الكيس بس احيانا الواحد بيبقى ايه على الروقان، لما بيجيب من حله العجان كده ويحط كده، بيبقى ايه عايز يخلص، بيبقى خلاص بقى خلص الدنيا ومش ناقص بقى، عايز ينجز. تبداي تجلسيها، هتفضلي تنعمي فيها يا لوزه لحد ما تديك الدرجه اللي هي ما فيها، يعني مش محتاجه ان انت تعملي فيها حاجه تانية، خلاص انت ظبطتيها. الكريمه المره دي كانت معايا تقيله برضو، حاولت انا قلت ابقى اخففها ولا حاجه، قلت عشان ما تسيحش. بس على فكره هي لما بتاخد المقدار الميه الصح عمرها ما بتكتل معاكي، بس انا ببقى شايله هم ان هي بتسيح مني. وكل لما بتاخد على فكره مقدار الميه الصح عمرها ما بتقرفك في التجليس، ولا تخرز، ولا تعمل فقاقيع كده، ولا انسي. طالما خدت المقدار الصح بتاع الميه خلاص تمام التمام. بس هي المشكله بقى في الحر، على ما بتشتغلي بيها بتكون بدات تسيح، مش عارفه تمسك نفسها. يعني انا في الاواخر خالص بشيل العجان ده بدخله التلاجة يمسك شويه عشان اعرف اعمل بيها روزيتات، لان لو كده عمرها ما هتعمل معايا روزيتات، بتبقى سايحه، ولو ساحت ما بتطلعلكيش الشكل اللي في قلب البلبله او القمح او التيب، ما بتطلعش الشكل ابدا. ابص انا بقى ايه، لقيت الحته دي واطيه شويه، فايه رفعتها وحطيت لها حته كريمه عشان يبقى كله مستوى واحد. انت بتضغطي عليها بايدك بس مش جامد، لو ضغطتي جامد هتطلعي الكريمه من الجناب. انت بتعملي بالراحه. بصي من كل جنب كده هتبداي تجلسيها لحد بصي ما تبلهاش اي حته كيكه ولا سبونش ظاهر منها. هنقلب كده وناخد حبه. اللي وصلت معايا لحد هنا يا لوزه ما تنساش اللايك والسبسكرايب والاشتراك. اوعوا تنسوا، وفكروا حبايبكم، شيروا على قد ما تقدروا. اهو بصوا كده، تفضلي تجلسي بالجناب لحد ما وظبطيها. بص انا بعمل ايه، انا بقيت ازقها كده في حته كده ما كانش مظبوطه، بزقها كده بالاسباتيولا عشان خاطر ايه تبقى مظبوطه، تبقاش حته خارجه بره وحته داخله جوه لا انا عايزاها كلها متظبطه. لما يبقى معاكي حروف من الكيكه ما تحطهاش على الحرف، تحطيها في النص زي ما انت ما شفتيها كده في النص، والحروف نفسها في النص. يعني انت قطعه قطعتين اللي انا قطعتهم دول ما تحطهمليش فوق على الوش، لا يتحطوا في النص وما يتحطوش في الاخر، عشان تبقي الكيكه كده تبقى ماسكه نفسها، تبقى عامله زي السندوتش يا جماعه. يعني طبقه تحت سليمه، اللي من النص يعني هي مش هتبقى متقطعه قوي يعني ولا حاجه، بس هتبقى ايه يعني مش اللي هي احلى حاجه. فاللي مش احلى حاجه دي احنا بقى نداريها ونحطها في النص. بصوا كده انا جلستها وعملتها بالشرشره، وهنبدا بقى ايه نعملها بالتيب ده. جميل التيب ده، بصوا على شكله الجميل، جميل جميل جميل. ولو عملتيها برضو بالتيب دوت وهي واقفه فوق بتديكي شكل التيب من فوق كده ورده كده، بتبقى جميله. هعملها لكم دلوقتي في النص، بيبقى شكلها حلو قوي. بصوا كده هنقسمها بالنص وهنبدا نقسمها بالروزيتات. بصي شكلها جميل ازاي، عسوله وكده ومنمنم كده. بص انا حيرانه اعملها من هنا ولا من هنا، وفي الاخر قررت اعملها منين. عندي بقى انا محضره ايه، جليز احمر وجليز اللي هو بالمانجا. الاحمر دوت اللي هو فراوله، والتاني مانجا، والتالت هو اللي انتوا شايفينه دوت اللي هو الجناش الشوكولاته.
هقص منه حته كده واشتغل بيه. شايفين الاكياس دي؟ الاكياس دي بتاعت السبوع، برضو ممكن تروح عند الراجل بتاع الحلواني ويجيبها، بتبقى ارخص شويه من من الاكياس بتاعت الحلواني، بس طبعا بتاعت الحلواني اجمد. وعلى فكره مش رخيصه، يعني دي تفرق عن اكياس الحلواني بالظبط 5 جنيه. دي ب25 والتانية ب30. انا جبت بس ايه، يعني كان عندي كيسين كده، قلت ايه اشتغل بيهم لحد ما اروح اشتري ايه، عندي شويه طلبات كده عايزه انزل اشتريها، ابقى اشتري كام كيس من دول. كان عندي الكياس ديت فقلت ايه اشتغل بيها، كان عندي وخلصوا، ابقى اشتري بقى غيرهم ان شاء الله، اشتري كيس على بعضه. بصوا بحط بقى كده ايه زي ما انتم شايفين. ممكن انت عايزه تحطي بالكازارولا كده او بالمعلقه حطي مش مشكله، بس الرفنطوعه دي البق الرفيع اللي انتوا شايفينه ده بيخليني احط في الجناب حلو قوي، ما بيخليهاش ايه يعني جزء كده وجزء كده، او ازق بالمعلقه فتيجي في قلب الروزيتا تبوظ المنظر او تبوظ شكلها. لا، انت بيها كده صغننه تقومي منزلها. هنبدا ننزل كده من على الجناب زي ما انتم ما شايفين، حته صغنطوطه خالص، واحده طويله واحده قصيره زي ما يجيلك مزاجك بقى. عايزه تعملها كلها طويله اعملي، عايزه تعملها كلها قصيره اعملي. بص اصل التزويق ده بقى يا بطه على ذوقك انت، محدش بقى ايه يعني يقول لك اعملي كذا او ما تعمليش كذا. لما هيقول لك اعملي هيجيب لك الصوره، يعني هيقول لك انا عايز زي الصوره دي، فخلاص انت كده هتعملوا زي الصوره دي. وعليا نعمل بيريحونا بالقصه دي، لما يقول لك اعملي لي زي دي خلاص انت كده ايه ما شال عنك عناء التفكير. بص دي كده بقى الايه الجليز بتاع المانجا، وبالمعلقه كده تبداي تسويها. اللي وصلت معايا لحد هنا يا لوزه اوعي تنسي يا لوزه الاشتراك واللايك والسبسكرايب، اوعي يا لوزه تنسي، واهم حاجه تفعلي الجرس عشان لما الجرس يقول لك تريرين تريرين تعرفي على طول ان دوت جاي من مين، جاي من كريز وجليز. بصي يا بطه عملت انا الجنب ده بقى بالمانجا اللي هو الكبير، خدت له ايه الجزء الاكبر، الصغير خدت له اللي عنده، والتاني برضو الصغير خدت له الجنب التاني عشان ما نزعلش حد نراضي الكل. بص دي مانجا بقى انا مقطعها شرايح، يا خراشي على المانجا حبيبه قلبي يا لهوي، انا بشوفها بتحصل لي ارتكاريه. اللي في ايدي دي بقى البرقوق، انا قطعتها زي التفاحه كده، هبقى اوريها لكم في مره، اعمل لكم كده تقطيع الفواكه كلها. مطلعاها من الاربع جناب واقفه كده زي التفاحه. بس بصوا يا جماعه بقى اما تيجوا تحطوا الفاكهه ما تحطوهاش على الحرف التقيله، لو هتحطيها يعني زقيها لجوه شويه، لان انا جيت في اخر التورته لقيتها بدات تميل، رحت شايله بسرعه قبل ما تقع بقى وتخرب الدنيا، رحت شايله بسرعه البرقوقه اهي. بصوا قد ايه، اصل البرقوقه دي كبيره ما شاء الله. شلتها ورحت عامله ايه بقى، بدات ازق المانجا لجوه واظبط الدنيا، ورحت دخلتها جوه شويه، لان لو اتثبت على كده بتبدا تريح حتى انتوا هتبصوا معايا تلاقيها تبدا تريح. انا جيت بعد ما نهيت الفيديو لقيتها بتريح، قلت يا نهار ابيض هتقع، رحت شايلاها ورحت زقه ايه لجوه شويه كده عشان ما تقعش، لان انتوا لو سبتيها على نفس الشكل خلاص بقى عارفين الزلزال بقى لما يبدا ربنا يكفينا الشر يا رب، يبدا الحاجه تتصدع واحده واحده وتطقطق تطقطق لحد ما تقع. دي كانت بتعمل كده، لحقتها انا في اخر لحظه، رحت شايلاها رحت زقه المانجا لجوه شويه وبدات اعملها. بص انا حطيت تين هنا، كنت عايزه احط لهم كريستين، فالكريزه مش هتلزق، رحت حاطه لها حته صغنطوطه من الكريمه ورحت حاطه عليها الكريزه بقت جميله. اهو ده بقى جيل التلميع على البارد اللي هو الشفاف ده. في جيلي تلميع يا جماعه اللي على السخن، لما بنكون بنعمل فواكه وبتحطيها على وش الجاتو او اي حاجه مثلا بتبقى هي نايمه كده ومتسطحه، لازم لها جيلي تلميع على السخن. مفيش خلاص مش مشكله اهي. بصوا ايه رايكم، قولوا لي ايه رايكم بقى. وانا حطيت هنا 2 كده من البسكوت الاحمر ده برضو، وحطيت هناك شوكولاته وهمشي عليها برضو كده. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله.